رد ناري على التصريح العجيب للكابتن حسين لبيب. خليكم معايا. قبل ما نشوف ايه الحكايه، اعملوا متابعه ولايك وشير للفيديو، خلينا نوصل لكل جمهور النادي الاهلي. السلام عليكم. اول ظهور الكابتن احمد شوبير على قناه النادي الاهلي مع بدايه بث البرامج المباشره، ما كانش ينفع الكابتن احمد شوبير يعدي تصريح زي ده اساسي الشخصي هو اكبر قلعه رياضيه في مصر من غير ما يعلق عليه. بكده انا عملت فيديو ورديت على الكابتن حبيب في التصريح العجيب، بس بطريقته ومن وجهة نظر. كابتن احمد شوبير رد عليه رد وافي وكافي وشافي. تعال نسمع كده كابتن شوبير رد عليه وقال له ايه. الانتركونتيننتال يا جدع والله من زمان اقول يا رب ده انجليزي دي يا مرسي. لا مال ده يا مرسي؟ فيومي يوم ايه؟ انجليزي. بين الاهلي والعين. مين يا عم الانتركونتيننتال ده؟ ده بطولة قارية بتجمع ابطال القارات، اسيا وافريقيا واوروبا وامريكا الجنوبية وليلة جامدة قوي تعالى وقارات العالم. مين اللي هيكون موجود فيها؟ عملاق القارة، العملاق العربي، صاحب القلعة الرياضية، كلم الحاج. النادي الأهلي، أكبر قلاع الرياضة في مصر وإفريقيا والعالم العربي، دون منازع، دون نقاش، دون حوار، يا تقف يا كلم الحاج يا تقول ده مرمطك. دون كلام.